بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل شويه كحك حلوين. الناعمين. انا اللي عملت الكحك مرتين. انا عملت مره الكحك اللي هو المدور اللي هو زي العجل ده. فعايزه اعمل ايه؟ ده خشن شويه، فعايزه اعمل شويه ناعمين كده للعيد. عندي هنا ايه؟ 2 كيلو دقيق. المكونات اللي معايا دي مكونات 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق وحوالي تمن سمسم، ربع سمسم، زي ما يكون عندكم. حطيت عليهم ورقتين فانيليا. انا ما بحطش روايح كتيرة للكحك، ما بنحبش عليه روايح كتير. وعندي حوالي معلقتين بيكنج باودر لكل كيلو. معلقة بيكنج باودر بتخليه خفيف وحلو. وطبعا زي ما قلت لكم ايه، يعني تقريبا ربع كيلو سمسم زي ما تحبوا. هنا عندي معلقتين نشا، عندي حوالي 3-4 معالق سكر ورشة ملح. هقلب كل الكلام ده على بعضه. دول 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم يعني مش ربع كيلو سمسم، اقل من ربع، نص الربع. ننزل بقى ايه؟ ننزل بقى بالسمنة بتاعتنا. يعني حطينا المكونات الجافة. هنا السمنة سخنة. انا عاملاها على السخن مش على البارد. السمنة سخنة وبتغلي. انزلها على الدقيق واقلب كده بحاجة لان السمنة سخنة. وبعد كده ايه؟ ابس الكحك براحتي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد علينا وعليكم. يعني رمضان عدى هوا، أسرع رمضان يعتبر عدى علينا. همسك بقى العجين والسمن كده وابسه بإيديا لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص. شايفين على كفوف إيديا كده؟ وابسسه. طبعا احنا كلنا شاطرين وعارفين. انا زي ما قلت لكم انا عامله كحك قبل كده. الكحك اللي هو المدور ده، يعني اللي هو المظبوط، لا ناعم ولا خشن. بس عايزين بقى شوية شوية بسكر كده. فهعمله القرص المكببة دي. فقلت اعمل 2 كيلو واوريهم لكم. ابس فيه كده لحد ما يبقى، بصوا شايفين يعني انا بمسكه بايديا لان ده ناعم. انا ما قلتلكمش انا حطيت سمنه قد ايه. ال2 كيلو حطيت لهم 2 كيلو دي، حطيت لهم كيلو سمنه او كيلو وربع لو عايزينه انعم من كده. هنا عندي ازازه روايح واحده بس اللي هي بالموز، ريحتها بتبقى جميله. ما بحطش اي حاجه تانية على الكحك. وطبعا حاطين ورقتين فانيليا. عندي هنا ايه؟ خميره مدوباها في شويه لبن دافيين وهنزل عليها. وطبعا عندي اللبن هنا مدفياه. انزل واحده واحده كده والم العجينه بايديا مش بعجن، زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده. انا حطيت ازازه موز واحده بس. الكحك بالذات زي ما امي عودتني ما بنحبش نحط له روايح كتير. عاملين شويه حلوين كده، يعني حاجه حلوه ناكلها ايه يوم العيد كده، بشويه سكر ناعمين ويبقوا حلوين كده ايه جنب التسالي بتاعه العيد بقى. انما احنا عاملين كحك وبسكوت تاني عادي يعني. هاخد الحليب زي ما يعني لحد ما العجينة تبقى كويسة وحلوة كده في ايدي. تبقى طرية كده وحلوة وسهلة التشكيل، ما تشققش مني، ما تكونش ناشفة، ان انا اعرف اتحكم فيها في ايدي. كده يعتبر ايه، لميت العجينة وخلصتها اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. حتة العجينة كانت عاملة زي الملبن. شايفين يعني حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهي. عجينة مخدومة حلو ومكوناتها مظبوطة. عايزين تنعموا اكتر من كده حطوا. انا بالنسبه لي حاطه لكل كيلو دي نص كيلو سمنه، عشان برضو انا مش عايزاه ناعم النعوميه اللي بالكوا فيها. برضو عايزاه يبقى حلو ناكل منه ما يتعبناش. زي ما انا قاعده بقعدتي بمكاني هشكل الكحك بتاعي. كان عندي هنا فعض الملبن من الكحك اللي انا كنت عاملاه، فطلعتها كده. زودتها حته سمنه وزودتها شويه جوز الهند. احنا بنعجنه بسمنه وجوز الهند وشويه ايه سمسم عليه. طبعا ايه قعدنا هنا بقى نشكل في شويه الكحك بتوعنا. باخد حته عجينه كده. طبعا انا حاطه، بصوا حاطه هنا كيسه عشان العجينه ما تنشفش مني. وبمد ايدي اخد واشكل، وحبيبه بتنقش ورايا. انا انقش شويه حبيبه شويه. وحته الملبن كفتهم والله يدوب بالملي.
على الملبن بحط رشة بيكنج باودر كمان، بتخلي الملبن ينفش في قلب الكحكاية ويبقى مليها. انا عارفة طبعا ان في ناس شاطرين وعاملين، بس انا حبيت برضو يعني ايه اوريكم ايه، اشارككم فرحة العيد بتاعتنا اهو بكل سهولة. بدل يعني اللي خليني اروح اشتري 4 كيلو كحكة من ب2 كيلو دقيق وكيلو سمنة، هعملهم في البيت وانا قاعدة وهسويهم في فرن البوتاجاز، ومنه نفرح ولادنا برضو. يعني انتي قطعي وولادك ينقشوا وراك فرحة. يعني انا بشوف ناس بتعمل الكحكة قبل رمضان. بصراحة يا جماعة انا بالنسبة لي فرحة العيد وفرحة رمضان برضو يعني الكحك مربوط برمضان ومربوط بالعيد، فانا ما مش فاهمة يعني، هو برضو حرية شخصية. بس انا بالنسبة لي انا احب اعمل الكحك في رمضان، ما اعرفش انا اتعودنا على كده. هشكل يعني فيه كده واحدة واحدة. شايفين انا بروح فاتحة العجينة كده، احط جواها حتة الملبن والمها واكورها زي الكرة واضغط عليه اهو بكل سهولة. ولا بقى نودي للفرن وكمية صغيرة للناس اللي بتحب ايه تشتري 2 كيلو وتقول لك لا والله هما 2 كيلو دي اوفر بكتير بكتير بكتير، وانتي عاملاه في البيت وعارفة انتي عاملاه ازاي. نخلص بقى الكمية بتاعتنا ونرجع ايه نوريكم ايه اللي احنا عملناه. يعني بسم الله ما شاء الله، ال2 كيلو دول عملوا لي حوالي 4 كيلو كحك. طبعا الكحك بيوزن، فدول تقريبا 4 كيلو. 3 كيلو ونص. 3 كيلو بكام؟ كيلو سمنة ب100 جنيه، و2 كيلو دقيق ب40 جنيه، ادي 140. وكان ب10 سمسم وب10 جنيه روايح وشوية حاجات. قولوا تقريبا 170 جنيه يا بلاش. طبعا هنا بعد الكحك بتاعي ما سبته ايه يرتاح شوية طبعا وخمر، لان احنا حاطين له خميرة فلازم يخمر. حطيته فين؟ في فرن البوتاجاز. يعني مفيش اسهل من كده اهو. قطعناهم واحنا قاعدين وسبناهم خمر وارتاحوا شوية ودخلناهم فرن البوتاجاز. يعني محدش يعمل لي حجة ويقول الفرن والأنبوبة والغاز والكلام ده كله. سويناهم في فرن البوتاجاز بتاعنا بكل سهولة. ويعني بصوا يعني حاجة جميلة وسلينا نفسنا وعملنا حاجة حلوة. يعني بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا كده ايه هسيبه ياخد راحته في السوا خالص. وانا كنت بقى مثلا الصاج اللي بيستوي اطلعه واحط واحد تاني. طبعا هنا خلصنا السوا بتاعتنا. شايفين بقى الجمال وشايفين اللون. انا بعد ما خلصت الفيديو رصيته كله في صاج واحد ودخلته خد صهد الفرن كمان، لان الكحكايه دي بالذات لازم تستوي كويس. فانا حسيته محتاج شويه كمان، ف حطيته على الشوايه اللي فوق ورصيته كله في صاج واحد وسبته كمل ايه السوا بتاعه مظبوط بقى. وطفيت الفرن وسبته زي ما هو جوه الفرن. طبعا عندي هنا ما اشتريتش سكر بودره، ما بحبش اشتريه، بحس ان هو داخله نشا. طحنت مطحنين سكر في الخلاط او في المصحن بتاعي. كمية حلوة كمية جميلة. ب2 كيلو دقيق وكيلو سمنة عملنا كمية كحكة حلوة. تقريبا 3 كيلو 4 كيلو زي ما تكون. شايفين بقى الجمال، شايفين الكحكة. يعني هو بصوا مش هقول لكم دايب دوب اللي هو لا، انا بعمل الحاجة اللي انا اكلها، بس هو يعني ناعم. وطبعا الملبن جواه حاجة نظيفة حاجة حلوة. سلينا نفسنا فرحنا بفرحة رمضان وفرحة العيد وفرحة الكحك والبسكوت. ومصحن أو مطحنين سكر بودرة وقد الغرض ومش مكلف وسهل وعملناه واحنا قاعدين. أتمنى الفيديو يعجبكم، ورمضان كريم عليكم وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. ربنا يجعل دايما أيامنا كلها أعياد وفرحة وسعادة. عيد سعيد. بحبكم في الله. كل سنة وانتم بألف خير وألف سعادة.